السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو اللي هو حقيبة الولادة للأم والطفل تاعها اللي ديتها معايا للمستشفى، يعني يمكن تستفادوا منها الأخوات. نتمنى لكم ان شاء الله كامل وقفة سهلة اللي راهي حاملة، واللي ما عندهاش ان شاء الله ربي يرزقها في أقرب الآجال. انا كما راكم تشوفوا ديت معايا هاد لي دو فاليز المتوسط تاع لا صيغي، هما ديت المتوسطه درتها ليا والصغيره درتها للطفل تاعي. كما تقدروا ديروا في اي حاجه تساعدكم ولا توالمكم ولا متوفره عندكم. انا يديت في هاد لا فاليز صغيره، كما تقدروا تدو كما قلت لكم في اي حاجه متوفره عندكم، مثلا هاد العفسه هذه، الكابه هذه، ولا هكا كرطاب بهذه الطريقه يكون الداخل واسع، راه رايح يرفد لكم خيرات ربي. المهم كل وحده تدي فاش تحب هي. نبداو بسم الله. واش درت فيه ولا واش درت فيها لا فاليز تاع البيبي؟ الحاجه الاولى درت فيها هذيك العفسه اللي يخرج بها البيبي من لوبيتال. ماذا بكم تكون حاجه تدفي باش ما يضربوش الريح وتكون مغطيه مليح يعني كاين شحال من نوع، اشكال انواع. هذه راهي حبيت نفتحها لكم باش بك تشوفوا تقدروا تشروا هذه النوعيه مليحه منها، شغل يدخل لداخل وفي نفس الوقت تقدر تتحول باش يتغطى به عادي في الدار، مقطنه لداخل وحنينه وهايله. ديت معايا حتى للبيبي 3 تبديلات، كل تبديله ستفتها بجيه وحطيتها باش كي يجوا يطلبوا منكم الحوايج تاع البيبي تعطوها لهم هكا مستفه ونظيفه ومنظمه، ما داروا ما تحوسوا وتقولوا لهم راه لهي تريكو الفلاني راه لهي، يقول لك مدام زيدي لنا هذه راني شفت لوبيتال كيفاش تمرميده. دونك كي ديري هكا تعطيها لهم واجده ومستفه وفيها كل شيء، ما يحتاجوش باش نتيا تكوني اصلا ماشي لاهيه باش تفكري حوايجك وين راهم، وهما تاني ماذا بهم يكونوا واجدين. هاي ليك واش ديري فيها كامل. والطريقه دوك نوري لكم كيفاش تلموها بهذه الطريقه ثاني. واش يكون فيها؟ يكونوا فيها ليغون، ويكونوا فيها البوني. ردوا بالكم تنسوا البوني حتى واذا ولدتوا في اوت سخانه وكاع البيبي لازم تدولوا البوني اليامات الاولانيين، خاصه النهار اللي يولد فيه. هذا سريول ليبا، هذا اللي زايدين في الصيف سي بارابين يدوه، والباقي كل شيء كيف يعني. ما تنساوش وحده لاكوش هاي ليك تكون تاع نوفوني اللي تكون فيها هاد العفسه هنايا على جال السره تاعو باش ما تتغطاش كامل. تريكو واحد يكون باليدين هكا، وديباردور ولا غونيير اللي يلبسها من الفوق. انا هذه اخترتها له، يعني هي اللي استقبل بها كما يقولوا له تاع الخرجه، تاع اللي قابل بها نهار الاول كي يخرج البيبي. هاي ديك الطريقه كيفاش ديروا تستفوهم بهذه الطريقه كل شيء مع بعض بالترتيب. والغطاء ثاني ما تنساوهش، الغطاء دوكا هوليك في الاخر، يعني هو التحتاني اللي راهو، ومن الفوق راني نحط فيه اللبسه تاعو. الغطاء لازم باش ما يجيبوه لكمش لا صال داكوش محتل عندك الشومبرا باش ما يضربوش البيبي تاعكم الريح. هذوك الصبيبطات غير سي بارابين باسكو ما عندهم حتى معنى وحتى فائده، بيبي ما حاش يلبسهم. هكا طويوهم بهذه الطريقه تجي منظمه وشابه. من بعد تلموهم في هذيك فهذاك الدرا ولا الكوفرتا ولا واش ديتو معاكم هكذا. نفس الطريقه التبديلات زوج الاخرين درت له نفس الشيء، بدلت له برك اللبسه، يعني يكون داخل ديباردور ويكون تريكو باليدين ويكون لاكوش والبوني وليغون، وهادو هما. وانا قلت لكم السروال راني ديت له سريول خاطر كان البرد بزاف، وتطويوهم بنفس الطريقه هكذا كيما راكو تشوفوا. التبديله الثالثه حتى هي كيف نفس الشيء، فيها واش كاين في الاخرين كاينه في هذه. هذه القماطه انا ما احتجتهاش، يعني ديتها غير زياده حتى نجا للدار باش تقمط في لوبيتال، ما قمطتو ما والو. وهادو لي طوشون هادو راكو رايحين تسحقوهم بزاف.
البيبي تاعكم الحليب يسيح عليه ولا حاشاكم يرد كي يرضع ولا نهار اللي راكو عارفين البيبي كامل يرد، دونك تحتاجوهم. وهادو تقشرات ديتهم قلت اونكا البرد ولا مي فينالمون ما احتجتهمش. مي اذا تحتاجوا نتوما كان البرد ولا تقدروا تدوهم معكم ماشي خساره. هذا ثاني فيما يخص الجزء الاول تاع لافاليز تاع البيبي. روحوا للكوتي الاخر واش درت فيه. درت فيه لاكريم. هذه لاكريم تاع صدر لا مامون على جالت الحلامات تاعكم يتجرحوا في الاول مره يضاعوا كاع، هذه باش تخفف لكم الالم. وديت لاكريم بوغ لو بيبي تاعي على جالت لاكوش اون كاو يتحسس ولا. هذه عطاوها لي هما تما كادو كي كنت خارجه عطاوها لي ستيلا، فيها شامبوان وفيها كريم ثاني للبيبي وفيها هذاك الويل تاع لو ماساج، تما باش تحبوا تشرو منه ولا. هذه بارفا ديتها معايا انايا ليه يعني للطفل. ديت بيبرون صغير وما ندمتش عليه احتجتو خاطر في الليل ما كانش الحليب متوفر، داروا له حليب وثاني درت له فيه تيزان كان بزاف عنده سطر تاع لي غاز. ديت لاصوصات وحتى هي احتجتها. ما تنساوش هادو تكونوا معقمينهم من قبل البيبرون لاصوصات هذو كامل من قبل ما تروحوا لا كلينيك تعقموهم. هذه ديتها على جالت لاصوصات باش ما تطيحلوش في الارض ولا تتوسخ ولا تتبحر ولا تدخل هنايا وتلف هذه عليها باش ما تتبحرش وتلصق في الحوايج تاع البيبي. فوالا. والجهه اللي من هيه الاخرانيه كامل درت فيها باكي تاع ليكوش. ليكوش راكم راح تحتاجوا لازم تدو معاكم باكي. ودرت فيها وشنو هذه لانجات. فوالا لانجات لازم تكون ما فيهاش الكحول، انتبهوا لهذه للبيبي تاعكم باش ما يتحسسش. ديت هاد التيزان تاع قلت لكم راني احتجتها، البيبي تاعي كان غير يبكي دونك درت له تيزانه في الليل. ولا ثاني تقدروا ديروا له هذه راني حطيتها دوكا باش نفكركم فيها. هذو لي غوت تاع ثاني تاع لي غاز كيما متوفرين شحال من نوع تاع دواء تاع لي غاز تاع لي بيبي كيما بيبي غاز كيما كاين بزاف لي مارك. هذا الكوزميتيك ديت له شامبوان ولو لي مي في الاخر ما احتجتهمش على خاطر قالوا لي حنا نديروا له بالتاوعنا من عندنا يعني كي دوشولو ما ديتهم زياده. وهذه ليبونج تاني باش يدوشولو بها. تدخل داخل الصابونه وريكم بك الموديل وهذيك يدها هاك شغل تدخل يدكم نتوما ثما والصابونه راها داخل سهله بزاف كي تكوني دوشي البيبي تاعك. وهذه سورتي دو بان انا عطيته لهم استعملوه يعني ما حبيتش يديروا له تاع لا كلينيك دونك عطيت لهم تاعو داروه له باش تلمدوا فيه البيبي تاعكم. اذا كان ما يدوش ثم في يعني المستشفى اللي ولدتو فيه اذا كانوا ما يدوشوش للبيبي سي با لا بين تدو هذا لو سمو تقلوا غير رواحكم اصلا ما عندكم ما ديروا بهم يعني تدوهم زياده وعلى كي توصلوا للدار ان شاء الله وتنظفوه وتستعملوا له صوالحو. وديت هاد البوشيت هذه فيها كما راكم تشوفوا مشطات وترمومتر وكوبونغ. كوبونغ تحتاجوه من ذاك البيبي كي يزيد الاظافر تاعو يكونوا طوال تخافوا يجرح روحه ولا دونك تنحوهم له. وهذه للفم بعد كل رضاعه يستعملوها له باش ما يجوش لي زافت في فمو مليحه. انا كيما هذه استعملوها لو جات عندي لانفيرميير خصتني اذا عندي عطيت لها تاعي باسكو شغل كان مخنوق كي زاد في الليل دونك حاجه كي جبت كل شيء من النيف جبت كاع واش كاين داخل باش يتسرح وهايله ما توجعش مخدومه بالسيليكون طريه. المهم هذو هما ان شاء الله ربي نتمنى لكم وقفه سهله وتشوفوا وليداتكم لاباس عليهم وبصحتهم وبخيرهم وان شاء الله يرزق كل محروم يا رب العالمين يا ربي ان شاء الله كل متمنيه يرزقها ربي وتفرح هذه الفرحه ان شاء الله. هذه الكوفرتا ثاني ديتها معايا باش تغطى. وديت معايا هذا الكرسي
باش خرجنا فيه البيبي. ما بقى لي غير نقول لكم حباباتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وسمحوا لي اذا كان طولت عليكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين. اتهلاو في رواحكم والى اللقاء.